تخيل كده آخر لحظة في حياتك، آخر نفس، آخر دقة قلب. إيه اللي هيحصل في دماغك؟ إيه المشهد اللي هتشوفه قبل ما تسيب الدنيا؟ يمكن تبص وراك وتفتكر كل اللي عشته. يمكن تلاقي نفسك داخل نفق من نور. يمكن تشوف وشوش بتحبها، ويمكن تكتشف إن كل اللي كنت فاكره حقيقة كان مجرد وهم. العلماء مسكوا اللحظة دي وقرروا يدرسوها. واحد مات قدام أجهزة قياس المخ، واللي حصل كان مرعب. الدماغ بتاعته ولعت نشاط مش طبيعي، كأنها بتشتغل بأقصى سرعة. الموجات الكهربائية طلعت بشكل محدش شافه قبل كده. نشاط في منطقة الذكريات، منطقة الأحلام، كأن العقل بيعمل فيلم سريع، فيلم مدته ثواني لكنه بيجمع فيه كل لحظات حياتك. تخيل نفسك في اللحظة الأخيرة بتشوف أول مرة فتحت عينك على الدنيا، أول خطوة مشيتها، أول كلمة قلتها، أول حب، أول دمعة، أول خيانة، أول نجاح. اللحظات دي مش بتسيب تفصيلة إلا وتعدي قدامك، كأن حياتك كلها بتتجمع في ثانية واحدة. لكن السؤال، ليه الدماغ بيعمل كده؟ هل دي مجرد صدفة كهربائية ولا في رسالة وراها؟ في ناس مروا بتجربة الموت السريري، يعني قلبهم وقف، تنفسهم وقف، لكن رجعوا تاني وربنا كتب لهم الحياة. اللي رجعوا حكوا قصص تهزك. واحد بيقول أنا شفت جسم نايم على السرير وشفت الأطباء حواليا بيحاولوا ينقذوني. واحدة بتقول أنا شفت نفق من نور وفي آخره نور أبيض ملوش وصف، نور مليان سكينة وراحة. غيرهم قالوا احنا شفنا أهلنا اللي ماتوا قبلنا، حسينا إنهم مستنيينا. الموضوع مش شخص أو اتنين، آلاف من الناس حكت نفس الكلام، رغم إنهم من بلاد مختلفة، ديانات مختلفة، ثقافات مختلفة. إزاي كلهم بيشوفوا نفس المشهد تقريبا؟ هل العقل البشري مبرمج إنه يديك نفس النهاية، ولا في عالم تاني بيستقبلنا كلنا بنفس الطريقة؟ العلم حاول يفسر، قالك النور اللي الناس بتشوفه ده بسبب إن الدماغ وهو بيموت بيتقطع عنه الأكسجين، فالعين والمخ بيتخيلوا إن في نور قوي. طب والإحساس بالسكينة والراحة؟ قالوا إن ده بسبب إن الجسم بيفرز مادة اسمها DMT. المادة دي بتدي إحساس عجيب بالسكينة. الإحساس إنك شايف حياتك كلها ده نشاط في منطقة الذاكرة. تمام، تفسير منطقي، لكن فيه مشكلة. إزاي واحد قلبه واقف وضغطه صفر ومخه مفيهوش نشاط ظاهر، ومع ذلك بيرجع يحكي أدق التفاصيل اللي حصلت حواليه؟ إزاي يكون ميت إكلينيكيا ولسه شايف وفاكر؟ العلم يقف هنا والدين بيكمل. القرآن بيقول فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يعني في لحظة الموت في عالم تاني بيظهر بس عينك مش شايفاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت ملائكة من السماء بوجوه بيض معهم كفن من أكفان الجنة. يعني اللي بيشوفوا الميت مش مجرد تخيلات، دي حقيقة روحانية بيشوفها بنفسه. طب هل العلم غلط؟ نقدر نقول العلم شايف اللي بيحصل في الجسم، لكن الدين شايف اللي بيحصل في الروح. يعني ممكن جدا اللي بيحصل في لحظة الموت يكون خليط بين الاتنين. الجسم بيولع موجات كهربائية والروح بتتفتح لها أبواب من عالم تاني. في اللحظة دي بنشوف كل حاجة، مش بس حياتك اللي فاتت، لا بتشوف كمان حياتك اللي جاية، مكانك، نهايتك، جزائك. الموضوع مرعب ومبشر في نفس الوقت. تخيل كده الفيلم اللي هيتعرض لك في آخر 30 ثانية انت اللي كاتبه بإيديك، انت اللي اخترت المشاهد بتاعتك،
انت اللي قررت اذا كان مليان ذنوب ولا مليان خير. انت اللي قررت اذا كان مليان ندم ولا مليان لحظات تفتخر بيها. فكر، ايه اخر حاجة تحب تشوفها؟ تحب تشوف عمرك ضاع ورا شهوات وفلوس ووهم، ولا تشوف اعمال تنور لك طريقك وتخليك تمشي مطمن؟ اللحظة الأخيرة دي مش بعيدة، احنا كل يوم بنقرب منها. ممكن تبقى دلوقتي، ممكن تبقى بعد سنين، بس أكيد جاية. ولما تيجي مش هتقدر ترجع تصلح ولا تعوض. انت دلوقتي في ايدك تكتب السيناريو بتاع الفيلم بتاعك اللي هيتعرض لك، تملاه بحب، بخير، بذكر، بعمل صالح. تملاه بحاجة لما تشوفها في آخر ثانية قلبك يبتسم قبل ما يقف. اوعى تفتكر ان الموت هو النهاية. الموت بداية، بداية رحلة تانية، بس البداية دي انت اللي بترسم شكلها دلوقتي. ولما تسمع ان دماغك في آخر لحظة بيولع نشاط وذكريات، افتكر ان ده مش عبث، ده تنبيه أخير. انت عشت ايه وايه اللي هيستناك. كان معاكم عبد السلام محمد من قناة شوية عقل، وسلام مؤقت للحلقة الجاية.